السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخباركم ايه يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله كده وفي احسن صحة واحسن حال. النهارده حلقتنا مميزة جدا جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض الكشري اللي في الحلة الواحدة. شايفين طبق الكشري الحلو ده؟ هنعمله النهارده مع بعض بأسهل طريقة. لو أول مرة تعمليه مش هتحتاري وهتعمليه وهينجح معاكي من أول مرة. تعال نشوف هنبدأ بإيه مع بعض في حلقتنا النهارده والوصفة بتاعتنا الحلوة. هنكون طبعا يعني عاملين شوية بصل حلوين كتار كده، مقطعينهم كويس. نقطع البصل تقطيعة حلوة كده، على حسب ما انت عايزاه تقطيعة كبيرة تقطيعة صغيرة على حسب ما انت بس انا قطعتها تقطيعة متوسطة كده حلوة. وعملنا كمية بصل حلوة برضو، يعني نتوصى شوية بالبصل لان هو اساس في النهاردة ايه اساسي في الكشري بتاعنا. الكشري بيحب البصل فنكتر، نكتر من البصل ان شاء الله. انا حطيت بصراحه عشان عملت كميه حلوه، يعني حطيتهم على مرتين، يعني ضفتهم على مرتين. ما كانش ينفع ان انا احط الكميه كلها بتاعت البصل في الطاجن، فانا قسمتهم على مرتين. هحمر اول جزء مع بعض كده اهو، هنشوف مع بعض. بعد ما يتحمر اول جزء بننزل بعد كده ايه بالجزء التاني ان شاء الله. ان شاء الله كده تعملوا الوصفه بتاعتنا وجربوها وبالهنا والشفا يا رب جميعا يا رب. اللهم امين. دايما كده يا رب بيوتكم وبيوتنا اللهم امين تبقى كلها اعمار وخير يا رب. اللهم امين يا رب. الكشري طبعا ما فيش حد ما بيحبش الكشري، يعني كل الناس بتحب الكشري. آه، بصوا انا حطيت ملح، طبعا لازم نحط ملح في البصل عشان ريحة البصل بتبقى نفاذة شوية. فاحنا بنمشي ريحة البصل ايه شوية بالملح، يعني ملح ابيض يعني تمام. آه، يعني بصوا يا ولاد، هي الكشري عاوز صبر شوية لان هو موضوع البصل يعني ايه، بنتوسع شويه في البصل فبنقف وقفه حلوه في المطبخ في البصل. هو اللي بياخد معانا وقت هو البصل بصراحه. البصل عشان نحمره بياخد وقت شويه، فهي عايزه صبر شويه بصراحه عشان تاخدي نتيجه حلوه. يعني نصبر شويه. طبعا الحاجه اللي بعد كده هعملها ايه، هعمل الصلصه. طبعا انا لما جيت احط الزيت ما حطيتش زيت من العلبه، لا خدت زيت من اللي حمرت فيه البصل. دي التكايه اعملوها يعني هتفرق معاكم جدا جدا في طعم ايه، في طعم الصلصه. كل اللي بنستخدمه والزيت اللي بستخدمه في المطبخ عندي في يعني في حلقة النهاردة بتاعة الكشري بستخدم الزيت اللي طالع من البصل. بيفرق معايا خالص في الطعم. جربوا ان شاء الله التكاية دي هتفرق معاكم في الطعم جدا، مش هتندموا يعني. كأنكم بتاكلوا يعني ريحة البصل في طعم الزيت حاجة جميلة جدا. انتوا عارفين طعم البصل إن كلنا بنحب طعم البصل المحمر طبعا. انا يعني هديها تشويحة كده يا دوبك تسفر البصلة كده. طبعا لازم حته الملح لازم برضو، عشان قلت لكم البصل لازم احط له ملح اثناء ما انا بشوح البصل. لازم التكايه دي تحت الملح. يا دوبك يسفر، انا مش عايزاه يحمر خالص البصل. في ناس بتعمل الصلصه على فكره بالثوم يعني تمام. انا مره عملتها بالثوم قبل كده. بس انا يعني لو جيتوا خيرتوني الصلصه بتاعه الكشري بتحبيها بايه، انا يعني كحوريه انا بحبها بالبصل. بحب اعمل الصلصه بتاعه الكشري بالبصل، بتطلع احلى ومسكره وبتطلع طعمها يعني اطعم من الثوم. وبعد كده الحاجات دي على حسب الرغبه، يعني انتوا لو عايزين تعملوها بالثوم اعملوها بالثوم. خلاص كده هنطلع اول حطه معانا البصل، اول رميه رميناها طلعت اهي. اللون ده مظبوط وحلو، هو ده اللي انا عاوزاه، اللون حلو مش فاتح ولا غامق قوي يعني. هو بس الاضاءه تحت الكاميرا ممكن تكون يعني ما اعرفش انتوا شايفين ايه، انتوا هو غامق انا شايفاه يعني. كان قدامي على الطبيعه في المطبخ وانا بعمله، لا كان قدامي لون البصل حلو. انتوا اكيد شايفين اللون حلو كده، يعني هو ولا غامق ولا فاتح. انا عايزه الدرجه دي بصراحه. تمام. بحط بعد كده الجزء التاني اهو كده، بنزل بالجزء التاني بتاعت البصلة بتاعتنا. انا اتوصيت بالبصل بصراحة النهاردة، لا لان انا من عشاق البصل المحمر في الكشري بالذات. يعني لما بروح باكل، يعني لما بروح بره باكل ساعات كده بلاقي يعني بكده يعني فين وفين يعني. بطلب بصراحة، لا بطلب بصل كتير في الكشري. بحب في الكشري بصل كتير بصراحة. آه، ان شاء الله لو انتوا يعني بتتابعونا لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا كده المتابعه الحلوه للقناه ان شاء الله، والمشاهده الحلوه لفيديوهاتنا ان شاء الله. المحتوى دايما يا رب كده بنقدمه لكم يكون يعني محتوى هادف ان شاء الله كده. وبنتطلع ان شاء الله تاخدوا معلومات من القناه ان شاء الله، ومن المحتوى بتاعنا والطبخات الحلوه والوصفات الحلوه.
تنسوش المشاهدة والإعجاب بالفيديوهات إن شاء الله. نزلنا بعد كده بعد البصل ما صفر لونه كده يعني، بنزلنا بيحصل بالطماطم. طماطم أنا كنت فرماها في الخلاط يعني، وبعد كده بنضيفها على البصل. بنبدأ نحط بعد كده نبدأ نحط. أنا حطيت نص معلقة سكر، أنا بحطها لازم في الطماطم عشان تعمل التعادل كده، عشان ما تبقاش محدقة شوية الطماطم معايا، لا بتكسر شوية، بتكسر الحموضة أو التحديقة بتاعة الطماطم معايا، لازم أديها ربع أو نص معلقة سكر. بنزل بعد كده بالكمون، ده شيء أساسي طبعا يعني، وصفة النهاردة في الكشري يعني لازم الكمون شيء أساسي. بنزل بعد كده بالفلفل الأسود، وبنزل بعد كده بالملح الأبيض، ملح سادة زي ما بنقول يعني، يبقى فلفل وكمون وملح ونص معلقة سكر بس، مش عايزة احط اكتر من كده. عايزين والله انتوا عندكم الرغبة حسب رغبتكم تحطوا توابل كشري، حطوا توابل كشري لو انتوا عاوزين. مش عاوزين بنكتفي جدا بالتوابل اللي حطيناها دي، كافية كافية جدا يعني. بنغطي عليهم وبنسيبهم لغاية ما يتصلصوا مع نفسهم كده خالص. تمام. البصلة بتاعتنا هي بتتحمر. تمام. انا بدأت بالحاجتين دول عشان هم دول اللي بياخدوا وقت معايا. عارفين بعد كده باقي المكونات اللي انا هعملها مش هتاخد وقت معايا، لان هعملها كلها في حلة واحدة. تمام. فادي كده احنا خلاص يعني، يعتبر البصل كده خلاص يعني، جربنا نطلعه كم تشويحة كده وخلاص، والبصل بتاعنا هنطلعه، والصلصة هنا بتتصلص وخلاص. كده خلاص اهي الصلصة دخلت في السوا، جربت يعني. وادي البصل بتاعنا اتحمر اهو. كده خلاص كمية البصل كلها بتاعتنا اتحمرت. هنطلع كل البصل كده هنحطه عشان خاطر ينزل المادة الدهنية بتاعته، عشان ما يبقاش يعني كده في مادة دهنية، لا عاوزين ننشفه شوية. انا عشان كده بدأت بيه في الاول، عشان خاطر يعني اللي هو بياخد وقت معايا وكده، واخلص منه بسرعة يعني. جينا بقى لايه يا ولاد، اللي هو الدجة. عارفين الدجة؟ مفيش حد ما بيحبش الدجة. تمام. الدجة دي مطلوبة جدا في الكشري، دي اساسي طبعا. البصل والدجة دول تروح عند بتاع الكشري تقول له كتر لي الدجة والبصل. اول حاجة جبنا كوباية فاضية طبعا، ولا اي حاجة اسهل منها مفيش. الدجة دي اسهل منها مفيش، ومكوناتها في كل بيت. بناخد معلقتين صلصة اللي احنا عملناهم، وانا حاطة هنا في الكوباية دي خل ومية، يعني اللي انا بحطه ده خل ومية مع بعض. تمام. وعلى معلقتين الصلصة يبقى انا حطيت في الكوباية اول حاجة معلقتين صلصة من اللي انا صلصتهم. تمام. وبعد كده بحط الخل والملح. في الكوبايه اللي كان في الكوبايه ده خل وميه مع بعض، مش خل بس، لان الكميه دي استحاله تكون خل، يعني خل وميه. تمام. بنزل بعد كده بعصير ليمونه او نص ليمونه على حسب ما انت عاوزه الليمونه عندك، بس انا الليمونه اللي عندي كانت كبيره بصراحه فقسمتها بالنص يعني. عايزين تحطوا ليمونه كامله براحتكم، كله حسب الرغبه. انا اكتفيت بنص ليمونه كبيره بصراحه. وبقلب كويس، يبقى كده ميه وخل وليمون، عصير ليمون، والطماطم الصلصة بتاعتي. بجيب بعد كده معلقة كزبرة ناشفة. ركزوا معايا في الحاجات دي، يعني هتديكوا احلى طعم، احلى طعم في الدجة عموما يعني. بنزل بعد كده بالثوم. الثوم ده شيء اساسي طبعا في الدجة يا ولاد. الثوم المفروم الناعم اهو، انزل بيه. ما اقولكمش على طعم الدجة دي يا ولاد، طعم الدجة دي جميل جدا. اللي ما جربهاش يجربها ويعمل معانا الوصفة بتاعت النهاردة، جميلة جدا. ننزل بعد كده بالكمون. قلت لكم ان الكمون برضو شيء اساسي عندنا في الوصفة، داخل في كل حاجة في الوصفة بتاعتنا النهاردة، في الدجة وفي كل حاجة. شوية شطة برضو اللي عاوز يعني، اللي حسب الرغبة برضو شوية شطة. تمام. بعد كده بنزل بالملح بتاعي، ايوه كده الملح، واقلب. كده الدجة بتاعتنا خلاص يا ولاد. كده احنا عملنا الدجة، اسهل منها مفيش. خل ومية وليمون ومعلقتين صلصة وشوية توم مفرومين. تمام. وبحط بعد كده الملح والكمون وايه تاني ونزلنا بشوية توم طبعا، وكزبرة ناشفة. تمام. اسهل منها مفيش، بس هتاخدوا احلى طعم دجة. بصوا كل اللي انا حطيته، لو عايزين تزودوا في الشطة زودوا شطة، عاوزين تقللوا قللوا. عايزين ما تحطوش شطة خالص، ما تحطوش، حسب الرغبة. تمام. يعني الشطة دي حسب الرغبة. ما تنسوش طبعا الاعجاب بالفيديوهات بتاعتنا، وان شاء الله كده يا رب تعجبكم فيديوهاتنا والمحتوى بتاعنا يكون مفيد، وتاخدوا وصفات حلوة وتعملوها وتجربوها.
ان شاء الله يا رب العالمين كده، وبالهنا والشفا يا رب كل اللي يجرب وصفاتنا الحلوة دي ان شاء الله وتنجح معاكم. ان شاء الله هتنجح باذن الله، لانها سهلة جدا ومش معقدة يعني ولا حاجة. احنا هنغطي كده عليهم لغاية ما نخلص ايه، نروح نشوف بقى ايه الكشري اللي في الحلة الواحدة. جاء الدور بقى هنشوف الكشري اللي في الحلة الواحدة. كده الحلة بتاعتنا اهي فاضية ما فيهاش حاجة خالص اهو. هنبدأ بايه بقى، نحط المادة الدهنية ايه بتاعتنا زي ما انا علمتكم يا ولاد. هنحط في الكشري بالذات يعني هناخد من الزيت بتاع البصل. بصوا انا حطيت الزيت بتاع البصل، حتى لسه في بواقي بصل اهي، ما يضرش عادي يعني. ناخد الزيت مع بواقي البصل، ده هيعمل طعم، والتكاية دي هتفرق معانا جدا في طعم الاكل. بنزل اول حاجة في المكونات بتاعة الكشري بتاعتنا. اول حاجة طبعا ببدأ بيها الشعرية. تمام، بديها اقعد اشوح فيها بقى كده لغاية ما اخد اللون المطلوب. اللون المطلوب اللي انا عايزاه في الشعرية دلوقتي هوريهولكم. بعد ما نوصل للون المطلوب هنبدأ نحط المكون اللي بعد كده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. تمام. ان شاء الله كده يا رب تتبسطوا، وان شاء الله من الحلقة بتاعتنا حلقة الكشري النهاردة ان شاء الله يا رب. كده انا وصلت بقى للشعرية اللون اللي انا عايزاه. بصوا هو ده اللون اللي انا عايزاه في الشعرية يا ولاد اهو. بصوا، وانزل بعد كده بعد اللون اللي خدته ده انزل على طول بالرز. يبقى الشعرية اتحمرت وبعد كده حطينا الرز. يا دوبك الرز برضو كده ندوله تشميعة مع الشعرية. تمام. بصوا لو احتاجت، عشان انا عاملة كمية، لو احتاجنا شوية زيت تاني من اللي احنا جرينا فيهم البصل حطوا يعني حطوا، عشان خاطر الحاجة متتحركش منيكم. تمام اهو. انا خدت التشميعة بتاعت الرز، اديت الرز تشميعة. بنزل بعد كده بالمكون اللي بعد كده اللي هو المكرونة. تمام. في ناس بتحط نوعين مكرونة، انا كان عندي نوع واحد يعني. تمام، اللي هو النوع اللي هو الخرز الصغير الخرز. بنزل بكمية المكرونة. تمام، واقعد طبعا اقلب. كده انا معايا شعرية في الاول، بعد كده رز، بعد كده مكرونة، كله في حلة واحدة وهيطلع معانا، وكل واحدة وحديها. المكرونية وحديها والشعرية وحديها والرز وحده. ليه؟ لان احنا يعني مش هنحط مية كتير عشان خاطر نخلي بالنا. الوصفة سهلة والله، وجربوها وان شاء الله هتطلع ناجحة معاكم وطعمها جميل جدا. اللي ما يعرفش الكشري لا جربوه النهاردة معانا هيطلع طعمه جميل. بوريكم انا، بصوا بوريكم التشميعة اللي انا بشمع كله مع بعضه كده. التشميعة اللي انا لازم اديها تشويحة في الزيت يعني. تمام. انا كده خلاص خدت التشميع. بحط له ايه دي انتوا حسب الرغبة، عايزين ما تحطوش ما تحطوش. بحط مكعب مرق، بصراحة بيفرق معايا في طعم الكشري. مكعب مرق بنزل بيه في الحلة بتاعتنا كده واقلب كويس. وبعد كده هروح نازله ايه بالميه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. ما كترش يعني ميه، يعني نخلي بالنا ما نكترش ميه في الوصفه بتاعت الكشري، عشان الكشري بتاعي ما يطلعش متعجن كده. ان شاء الله هيطلع مظبوط معاكم يعني. لما الحاجه تقل في الميه بتاعت الكشري احسن ما تزيد وتتعجن. لو قلت واحتاجت احسن، لكن لو كترنا الميه كده هنطلع الميه ازاي بعد ما تدخل؟ لا يعني نخلي الميه بتاعتنا يعني واحده واحده كده. تمام. آه، طبعا انا عشان عملته قبل كده فانا عارفه النسبه بتاعت نسبه الميه يعني اللي هو يا دوبك تغطي الحاجه، يا دوبك تغطي المكونات كده. وبحط بعد كده انا الملح بتاعي. وهو لازم طبعا كل حاجه كل خطوه من دي لازم احط لها الملح بتاعها واظبط لها الملح بتاعها. تمام. ملح، فلفل وفلفل اسود طبعا، ونحط كمون برضو، ونحط ملح ابيض، ونقلب كويس. هنقلب طبعا اهو. ده الكمون حطينا الاول فلفل اسود، يعني نحيج الاكل بتاعنا كده، نحط له ملح نملحه يعني كويس. تمام. نقلب كويس خالص اهو. انا بوريكم ازاي اهو مكوناتنا كلها مع بعض في حله واحده، وهيطلع احلى كشري احلى كشري ان شاء الله باذن الله. ويا رب اللي يجربوا كده بالهنا والشفا يا رب ان شاء الله. نغطي كده الحله بتاعتنا، مفيش غير ان احنا خلاص كده هتستوي ونغرف على طول ان شاء الله باذن الله. بصوا اول غلوه، اول ما تغلي معانا اول غلوه هعمل ايه؟ واروح موطي عليهم خالص. انا ابو حضرت اهو معاكم. بصوا الطبق فاضي اللي هغرف فيه. وادي اهو كده خلاص الكشري بتاعنا خلص. بصوا انا اوريكم. بصوا الكشري طالع ازاي واحده واحده اهو. المكرونه حلوه مش متعجنه، والرز حلو، الشعريه حلوه اهو. حلو كده وجميل جميل والله يا ولاد جميل. جربوه وهتبسطوا جدا. الكشري اللي في حله الواحده يعني ما استهلكناش حلل كتير اهو. جميل جدا يعني. واهو هنغرف كده مع بعض الكشري. على فكره انا ما كانش عندي اسمه ايه ده، المفروض بيتحط له بليله حمص، انا ما كانش في اليوم ده عندي بليله.
واسمه ايه ده وعدس بجبة. عملت بالموجود بصراحة وطلع طعمه جميل جدا جدا. انا دايما بقول لكم في فيديوهاتي الموجود نعمل بيه. يعني لو مش اهو النهارده انا ما كانش عندي موجود بليلة حمص، ما عملتش بالبليلة الحمص وطلع احلى كشري. تمام. انا دايما بقول لكم الموجود نعمل بيه وهيطلع احلى طعم، والحمد لله، ونقول الحمد لله رب العالمين. بصوا اهو غرفنا كده الكشري بتاعنا. بصوا انا هوريكم ايه، انا مدخله لكم الكاميرا جامد كده اهو على الرز. بصوا الرز عامل ايه، طالع حلو كده. المكرونه بتاعتنا طالعه حلوه مش متعجنه، والشعريه وكله طالع كده كل حاجه لوحديها. وادي الصلصه بتاعتنا اهي اتصلصت، حاجه جميله جدا، واللون بتاعها حلو كمان ما شاء الله. يعني ان شاء الله تعمل الوصفه يا رب كده وتنجح معاكم 100% من اول مره ان شاء الله. بس اتبعوا الخطوات اللي انا في الفيديو كده عملناها، والمقادير المظبوطه ان شاء الله تطلع معاكم 100% ان شاء الله ناجحه باذن الله باذن الله. هناخد بعد كده بعد الصلصه هناخد البصل. احنا بنسميه على فكره الورد، الورد لما نروح ناكل عند بتاع الكشري بره زود لي الورد اللي هو البصل على فكره. عشان كده انا زودت النهارده البصل. بصراحه بيفرق طعم الكشري. الكشري يعني بصل بصراحه يعني. تمام. بحط كميه كده، وبحط بعد كده حسب الرغبه بقى. اللي عاوز دقه يحط دقه على حسب الرغبه. تمام. لان في ناس ما بتحبش الدقه ساعات. يعني انا عن نفسي يعني لما بكون باكل كشري ممكن مش بطلب دقه كتير يعني. تمام. بكتفي بالكشري بس. لكن انا عندي ولادي كلهم بيعشقوا الدقه. الكشري يعني دقه، هم عايزين ما انا عملت لهم طبعا طالما هم بيحبوا الدقه. انا عملتها لهم. ما هو معروف ان الكشري، بس انا ماليش قوي يعني في الدقه دي. وبننزل بعد كده بالدقه بتاعتنا الحلوه دي. طبعا انا قلت لكم دي شيء اختياري، لو انتوا بتحبوا الدجه حطوا. طبعا هي معظم الناس في الكشري بتحب الدجه. ما اقولكمش على طعم الطبق ده بعد ما اتعمل يا ولاد، طعمه جميل. والبصل مع الرز والمكرونه والشعريه والبصله مع الدجه، يا على الجمال وجمال طعم الكشري يا ولاد. جربوا الوصفه بتاعتنا. وكمان النهارده عملناها في حله واحده، شايفين الشكل. وكمان لو عليها كمان يعني الليمون، يا سلام الليمون كده، اللي بيحبوا الليمون على الكشري. يا سلام كده عملنا احلى طبق كشري. ان شاء الله كده ينول اعجابكم يا رب باذن الله ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم دايما مشاهده ممتعه ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. وتعملوا الوصفه بتاعتنا وتجربوها ان شاء الله كده بالهنا والشفا يا رب، وتطلع معاكم ناجحه من اول مره ان شاء الله باذن الله. بصوا احلى كشري ده ولا ايه؟ احلى كشري بالهنا والشفا عملناه ان شاء الله. يعني أنا بعتبرها من الحلقات المتميزة عندي، من الحلقات المميزة حلقة الكشري اللي في الحلة الواحدة، لأن ناس كتير طلبتها مني. إن شاء الله تعملوه. شايفين الشكل النهائي الكشري جنبيه البصل. لو عايزين نزود بصل نزود، لو عايزين نزود دقة نزود. إن شاء الله كده بالهنا والشفا يا رب إن شاء الله. مشاهدة ممتعة اللهم آمين يا رب. حلقة مميزة دايما كده إن شاء الله. حلقاتنا مميزة معاكم إن شاء الله يا رب العالمين. بوريكم شكل الدقة. بصوا تنسوش الاعجاب بالفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. اتمنى لكم السعاده يا رب وراحه البال دايما اللهم امين. وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.